ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا عملته. انا دلوقتي فين؟ انا في الموسكي في العتبة عند سنتر البورسعيدي. جايبه لكم تشكيلة انما ايه، تحفة. لانجري وبيجامات ورواب وقمصان، انما ايه حكاية. بصوا، منبع كل حاجة تخص العرايس، حاجات ملابس داخلية حريمي قطن وبيجامات. كل حاجة تخص العروسة هتلاقوها هناك. هو اساسا مصنع وعنده محلات. ده سنتر البورسعيدي، عنده الملابس الداخلية الحريمي القطن البيجامات وكل حاجة تخص العرايس بأسعار وهمية. انا والله العظيم اتصدمت من الاسعار. انما ايه حكاية تحفة جدا. انتوا هتدخلوا دلوقتي وهتشوفوا الحاجات في الفيديو وهتدعولي. العنوان في شارع الموسكي في العتبة من ناحية شارع الجيش كده، سنتر البورسعيدي. هسيب لكم برضو العنوان في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اللايك الجميل بتاعكم علشان يوصل لكم. وانا ماشية كده في الموسكي اتجاه شارع الجيش، لقيت قدامي كده سنتر البورسعيدي عنده حاجات انما ايه روعة. تشوفوها دلوقتي كده معايا وتحكموا بنفسكم على الحاجات الجديدة. اي حاجه هنا ب 200 جنيه. بصوا بقى يا جماعة، معايا كده الشياكة والأناقة بتاعت القمصان اللي هي أصلا يعني يا ريت قميص واحد ب200 جنيه. على فكرة في أسعار كمان عنده رخيصة، في حاجات عنده ب150 كمان، وفي أرخص من كده. لا ده كمان بالروب بتاعه. بصوا أصلا التطريز بتاعه، بصوا التفاصيل عاملة ازاي. وكل حاجة يعني موجود منها جميع المقاسات وجميع الألوان كمان. بصوا اللون الموف ده ب200 جنيه. انتوا متخيلين؟ ده بيبقى زي ايه بقى؟ ده بنطلون، تمام، وليه كده ايه بتاع كده حمالات بتلبس عليه وعليه الروب ده. حاجة شياكة يعني. ده الجو ده بتاع مدام نادية الجندي، كانت لابساه في مهمة في تل أبيب، بس كانت لابسة منه واحد اسود. بصوا الأحمر ده عنده جميع الألوان، عنده الأحمر واللبني والجنزاري والأبيض والأسود والموف وكل حاجة ب200 جنيه. انتوا متخيلين؟ ب200 جنيه. وده برضو ايه، ده عبارة عن قميص كده صغير وليه الروب بتاعه. عنده حاجات قطعتين وعنده حاجات 3 قطع. وفي حاجات عنده ب150 جنيه زي الحاجات دي كده اللي في ايدي ب150 جنيه. انا ما كنتش مصدقه، انا كنت فاكره ان هي ب250 جنيه، انما الراجل ده بصراحه راجل ذوق جدا حللها ب150 جنيه. بصوا بقى الشياكه دي يا جماعه. ده 3 قطع، ده كده 3 قطع. بصوا الشياكه، بصوا عامل ازاي. بصوا الشياكة بتاعته ب150 جنيه. انتوا متخيلين؟ طبعا في منه الوان كتير جدا. بصوا كده الالوان والاشكال والمقاسات، يعني تدخلي كده منبع تلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. طبعا هو مصنع وبيوزع جملة وقطاعي، ممكن تشتروا كمان منه جملة، والجملة كمان بيفرق جدا معاكم، ولو اشتريتوا كميات بيعمل لكم خصم كبير جدا. هو الحاج سيد البورسعيدي بجد يعني شخصية ذوق جدا. بصوا ده بقى، بصوا ده عاجبني جدا، ده بالروب برضو بتاعه. بصوا الحاجات شكلها عامل ازاي يا جماعة. حاجات اقسم بالله تحفة. كمان انتوا لما تدخلوا جوه معايا لا هتنبهروا بالاشكال وبالالوان وبالمقاسات وبالتفاصيل كمان. والقماشة، القماشة كمان اللي هي القماشة الناعمة اللي على الجسم، مش القماشة اللي بتشوك، لا القماشة جامدة جدا. انا اصلا اول ما دخلت المحل ولفت نظر ان انا لقيت فيه زحمة كتيرة جدا. لا ولقيت كمان الناس اللي بيروحوا يشتروا مش بيشتروا كده اول مرة، لا هم عارفين المحل وعارفين صاحب المحل، وبيشتروا كمان كميات وبيبلغوا بعض. يعني هم بيجيبوا قرايبهم وبيجيبوا جيرانهم. لا هم الزباين فعليين في المحل. حتى انا كمان سألت كذا حد منهم عن المحل والناس اللي شغالة والاسعار وانهم بينزلوا حاجات جديدة. انا اخدت الكلام من الناس الزباين اللي بيجوا يشتروا. بصوا ده بقى الاخضر ده ب250، انما ايه حكاية. بصوا عامل ازاي. بصوا اصلا النقشة بتاعته والتفاصيل، وزي ما قلت لكم هو عنده حاجات ب150 وب200. وحد يعني محترم جدا يعني، وهيعمل معاكم واجب بإذن الله. بصوا الحاجات عامله ازاي عنده. انا ما شفتش حد عنده جميع الالوان دي، جميع الالوان اللي انت عايزاها. عنده الاصفر والازرق والاخضر والاحمر والموف واللبني والجنزاري والاسود والابيض، كل حاجه عنده. بصوا عامل ازاي. حاجات تحفه 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 بجد.
بص الالوان، حتى الرمادي عندهم، حتى الرمادي اللي ما بشوفش قميص نوم في منه رمادي لا عنده. اي حاجه متطوله كله والقصير اللي فوق. بصوا بقى يا جماعه الشاكت وجمال القمصان الطويله اللي هي بالارواب، وفي منها كمان ليها بناطيل. بص عامله ازاي، والالوان بتاعها والاشكال والخامه كمان هتعجبكم جدا. الحاجات دي ب300، انتوا متخيلين يعني ايه قميص طويل بالالوان دي بالخامه دي بالاشكال دي ب300 جنيه؟ اقسم بالله انا ما كنتش مصدقه السعر ده نهائي. اي حاجه بقى من اللي فوق دول ب 250. اي حاجه من اللي فوق دول ب 250، والقطيفه ده ب 400. لا ومدلعينكم كمان في الشتاء، مش ناسين الشتاء. بصوا الحاجات الشتوي دي، بص القمصان الشتوي دي انما ايه روعه، اقسم بالله جميله جدا جدا جدا. وده بكام؟ يا بابا ده بكام؟ تمام. هي حاجه من دي. خلاص عندهم غشوم. لا اثنين، ثلاث، اثنين واثنين بس. والله يا جماعه انا لو قلت لكم ان الحاجات اللي عنده احسن، يعني بصراحه فيها حاجات كتير احسن من اللي عند فيكتوريا سيكريت اللي هي ب1000 ونص وب2000 وارقام كده مهوله، هتقولوا عليا اللي انا ببالغ. بس اقسم بالله بجد عن كم الحاجات ما شاء الله، يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، عن كم الحاجات اللي عندهم هناك حاجات مهولة واشكال والوان مختلفة واحجام مختلفة. وعن اراء الناس اللي انا شفتهم في المحل ان هم قالوا لي لا هم ما بيجوش اول مرة، بيجوا مرة واثنين وثلاثة، وان الحاجات بتبدأ عندهم 150 جنيه وفي حاجات ارخص طبعا اكيد. لا انا بصراحة ما صدقتش بجد، عنده حاجات 150 واقل كمان 150 و200 و250 و300 و400. انما ايه حاجات بجد تستاهل، حاجات بره. يعني انا شفت في محلات كده في وسط البلد حاجات يعني ما تتذكرش خالص، بس يعني المحل ممكن يكون مشهور شوية بس الخامة مش كويسة. لقيت فيه قمصان بالارواب بتاعتها ب900 وب1000 ومعدية كمان الالوفات، وحاجات بصراحة والله العظيم ما تستاهلش الاسعار المهولة دي. انما انا لقيت في السنتر ده حاجات تحفة جدا. انتوا كمان ممكن تاخدوا سكرين شوت من الحاجات دي وتبعتها لهم على الواتس. انا هسيب لكم العنوان والرقم في اخر الفيديو. بصوا ده كان تقريبا 550 او ب 600 حاجه زي كده، بس هو اللي تحت ده ب 650. بصوا عامل ازاي يا جماعه، بصوا تحفه ازاي، بصوا الشيك اصلا والخامه بتاعته عامله ازاي، حاجه يعني حاجه مهوله اقسم بالله. الخامه لوحدها بتتكلم كده في الصوره. اشحال بقى لو رحتوا مسكتوها. بصوا الاشكال عامله ازاي والالوان كمان. الحاجات اللي فوق دي في حدود 550 600 مش متذكره قوي، بس انا زي ما قلت لكم كده انتوا تاخدوا حاجه سكرين شوت كده من الفيديو وتبعتوه على الواتساب عندهم، هم يقول لكم كل الاسعار عامله ازاي. انا عجباني جدا التشكيلات اللي هي بتاعه الخامه القطيفه دي، شكلها يعني جديد بالنسبه لي. حاجات دلع يعني للعرايس، كوليكشن حلو جدا للشتوي، عنده حاجات جميله جدا. فيها منها حاجات كتير اوي مستورده يا جماعه على فكره، وهم مصنع زي ما قلت لكم، وعامل خصومات كمان وبيعمل خصومات على طول. وعندهم شحن وعندهم جمله وقطاعي وعندهم اطقم صباحيه وحاجات كتير جدا. هو السنتر البورسعيدي ده عنده تشكيلات حلوه واسعار جميله جدا. بصوا الحاجات القطيفه دي، الحاجات اللي عندهم مش حاجات شعب يا جماعه عشان محدش يضحك عليكم ويقول لكم اصل ب15 جنيه وب20 جنيه. مفيش حاجه ب15 جنيه وب20 جنيه، ولو لقيتوا كمان هتلاقوا فيه الحاجات الشعب اللي هي الحاجات اللي بتشوك. انما الحاجات دي زي حاجات فيكتوريا سيكريت بالظبط. اللي عارف فيكتوريا سيكريت او عارف البراندات دي حاجات عامله زيها بالظبط، بس باسعار رهيبه. 250 يبدا الستان والقطيفه ب 400.
برضو الاشكال الستان اللي فوق دول ب200 250 تقريبا او ب200. وعنده القطيفه بيبدا من 400. انما يعني الخامه بتاعتهم بصراحه ان هم يستاهلوا، وانتوا هتروحوا تحكموا والله بجد، هتروحوا تحكموا بنفسكم يعني تشوفوا الحاجات عامله ازاي. انا طبعا معرفتش اصور كل الحاجات اللي في المحل عشان السنتر كان زحمه جدا. وعنده كمان اللي هو البرال الابيض ده اللي هو بتاع العروسه، وعنده الشوز بتاع العروسه. هتشوفوا دلوقتي كل حاجه عندكم. بصوا كميه الاشكال عامله ازاي يا جماعه، كميه الاشكال. وطبعا كل حاجه وليها مقاسات، عشان انا زي ما قلت لكم كده في الاول ان هو سنتر ومصنع او تقريبا كده مصنعين. بصوا كمية الاشكال. يعني حتى لو انت عايزة تفتحي محل او انت عاوز تفتح محل، ممكن تتفق معاهم حاجات بالجملة من المصنع، وتروحوا وتشوفوا الاشكال والالوان والمقاسات اللي انتوا عاوزينها، وهم يعملوها على طول. انا زي ما قلت لكم كده، انا هسيب لكم العنوان والرقم في اخر الفيديو وفي اول تعليق مثبت. هتكلموهم بس وتقولوا لهم ان انتم مشتركين عندي من القناه، وهم هيعملوا معاكم واجب. الحاج سيد البورسعيدي ده شخصيه يعني محترمه، والبنات اللي شغاله هناك ناس ذوقها عالي. بصوا الحاجات عامله ازاي، كل حاجه بالروب بتاعها. بصوا الحاجات اللي بالارواب دي بصوا عامله ازاي تحفه. بصوا الاخضر ده شكله شيك جدا اهو. الاخضر ده بقى لو رحت سالته عليه بره هتلاقوه ب600 وب700 وب800. وبصوا القطيفه ده حاجات الشتوي، القطيفه الشيك دي البنطلون بتاعها شكلها حلو جدا. واحلى حاجه زي ما قلت لكم ان كل حاجه وليها الالوان بتاعتها، وكمان الخامه اللي هي الخامه المستورده، مش الخامه الشعبي دي خالص. بصوا الحاجات بتاعتهم عامله ازاي يا جماعه تحفه. بصوا الاصفر كمان اللي جنبه ده، والاحمر والازرق واللبني والكروهات واللي بورد والساده وكل حاجه واللي بنقشات. بصوا الازرق ده تحفه عشان تلبسيه كده وتغذي العين. في منه كمان الوان كتير، في النبيتي والابيض والاصفر كل حاجه. بصوا الحاجات اللي فوق دي كمان، في حاجات بتبدا من 400 وب450 وب600 وب500 وب350، وفي حاجات عنده ب250، وفي حاجات عامل عليها عروض. يعني القميص ده كان عامل عليه عرض تقريبا كده نزل ب250 جنيه. وبرضو خدوا سكرين شوت وابعتولهم على الواتساب اقول لكم كمان الاسعار. هو على طول بينزل موديلات. انا عجبني القميص اللي كان هناك ده، منه اللون النبيتي كان روعه. وبصوا القميص بروبو ده اللي هو بتاع الصباحيه على ما اعتقد، يعني كان ب400 جنيه. بصوا الخامه بتاعته عامله ازاي. وفي ده اللون الابيض، في منه كمان الوان على ما اعتقد برضو ان في منه الوان. وبصوا اللي جنبه ده برضو حاجات بتبدا من 400 و450 و500، بس حاجات شيك جدا وقيمه جدا جدا جدا. ده تكفي اصلا القماشه بتاعتها، القماشه خرافه والله. كان جنبي برضو واحده عماله تشتري، فبقول لها انا ما بفهمش في الاسعار دي، يعني انت شايفه ايه الاسعار دي حلوه مقارنه يعني اللي بره. قالت لي ده المحل ده جميل جدا، انا جيت فيه دي تالت مره اجي فيه. واشتريت لبناتي وكمان جبت اختي علشان تيجي تشتري. وكمان انا سألت كذا واحدة والله العظيم بجد، عشان يعني ايه ما يكونش رأيي انا بس. فخدت كذا اراء، راح قالوا لي لا المحل ده اصغر من بره بحوالي 50% او 60% كمان. عنده جملة وعنده قطاعي واسعاره حلوة جدا. وده ب1000 جنيه يا جماعة. طبعا علشان الصوت كان فيه صوت قرآن عالي، وكان المحل زحمة، فكنت بفصل الصوت واتكلم انا فويس اوفر بصوتي. ده كان ب1000 جنيه، انما الماتيريال بتاعته جميلة جدا هتشوفوها دلوقتي. طبعا هتسألوني هو ليه ده ب1000 وانت عمالة تقولي من الصبح ان في حاجات ب150 وب200 وب300، اشمعنى ده اللي ب1000؟ استنوا يا جماعة كده، انا هقول لكم ليه ده ب1000. بصوا كده انتم مش هتشوفوا اللي انا شايفاه. انا والله بجد انا يعني اتصدمت اول ما قالوا لي ب1000، انما اول ما مسكته هو تقيل. اللي هو القطيفة بتاعه، لا القطيفة الاصلية مش القطيفة كده وخلاص، المستورد العالي. بصوا عامل ازاي، بصوا اصلا الشكل بتاعه والقطيفة والحاجات اللي عليه، لا والله العظيم يستاهل ال1000 فعلا.
واللي جنبه ده كمان يستاهل الألف. هتشوفوه دلوقتي وهتحكموا، وده وانتوا لما هتروحوا تشوفوا الخامة بنفسكم لا هتحكموا عليه. انا مش بجيب لكم اي حاجة كده وخلاص. على فكره الماركه دي موجوده عندنا بس. هو ده انتوا مصنع صح؟ ها؟ انتوا على كده بقى جمله وقطعي؟ انت هتديني الكارت. بصوا بقى يا جماعة الفرو بتاعه عامل ازاي، حاجة قيمة جدا زي اللي بيلبسوه الممثلات. بصوا حاجة قيمة وبيدفي، لا روب قيم قيم قيم. القطيفة بتاعته اللي هي القطيفة الماسكة نفسها ما بتوبرش، ولا اللي هي بتلاقيها بتفرول كده منك. بصوا القطيفة عامل ازاي، واللون بتاعه اللون الرمادي الغامق اللي هو اللون الفراني ده في التفاصيل البينك بتاعته دي. بصوا مديه قيمة اصلا لوحدها. بصوا التفاصيل بتاعته عاملة ازاي يا جماعة. وكمان يعني عنده اللي هي العبايات الخروج القطيفة القيمة. بصوا الحاجات دي برضو تشكيلات تانية بأسعار مختلفة، وكل حاجة برضو عندهم خصومات. احلى حاجة ان هم بينزلوا خصومات دايما، عندهم خصومات وعندهم عروض زي ما قلت لكم، هو جملة وقطاع. وده الشوز اللي انا قلت لكم عليه اللي هو بتاع العرايس ده ب 350 جنيه، وعليه اللي هو الريش ده كده من فوق، والجودة بتاعته برضو لقيتها حلوة. وفي كمان ده اللي هو على الارض برضو للعرايس، لقيته ب250 عندهم، وعنده برضو تشكيلات كتيرة جدا ومقاسات برضو ودول للعرايس. بس كده واحده واحده. واللي هي الحاجات بقى ايه البرا اللي هم بيتلبسوا تحت الفساتين دي بتاعت العرايس برضو. اي حاجه 350. البرا اللي هي بتاعت العرايس دي ب350. عنده برضو مقاسات منها، ان في كذا عروسة ما بتلاقيش، ولما بتلاقي فيه الماتيريال وحشة فبيضطروا يجيبوا ان هي الغالية، برضو بيضحك عليهم. لا هم عندهم ب350، وعنده كمان جميع المقاسات وجميع الاشكال منها واسعار حلوة. كمان عجبتلي الترنجات دي، عندهم كمان ترنجات خروج وترنجات بيتي، وعندهم كل حاجة يا جماعة هتلاقوها عندهم، من الإبرة للصاروخ زي ما بيقول، قمصان نوم وجلاليب وباجايم وترنجات واللانجري وكل حاجة عندهم، ورواب وأشكال وألوان ومقاسات وأحجام وحاجات مختلفة كده، وأسعارهم جميلة جدا. مش هوصيكم تاني يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اللايك بتاعكم، علشان انتوا ما بتشتركوش في القناة وبتعملوش لايك للفيديو. واكتبوا لي كومنت لو عايزين تستفسروا عن اي حاجة، انا برد على كل الكومنتات بتاعتكم، لان تعليقاتكم بتفرحني جدا 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 وبتخليني اكمل في المحتوى. وقولوا لي ايه المحتوى الجديد اللي انتوا عايزين تشوفوه وعايزيني اعمل ايه. انا بفكر والله اعمل تحديات واعمل ميك اب والحاجات دي كلها، بس انا مستنية رأيكم انتوا. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. ولو في اي حاجة اكتبولي تحت في الكومنتات زي ما قلت لكم، وانا هسيب لكم الكارت بتاع المكان في اخر الفيديو بالرقم، في رقم واتساب وفي رقم معلوش واتساب بالعنوان بالتفصيل. ويا رب يكون الفيديو يكون خفيف ظريف كده عليكم، بحبكم كلكم.